متسبي قد يأتي بالتزكية، وقد يكون هناك مرشح من الجزائر. مرشح من الجزائر. ده الأخبار المهمة اللي حبينا نقولها. جوج برك من كاع ملاح الغندور وقيله هضر كان وقيله يهضر برك يحب يهضر ولا جو سي با يا ميم با اون سيمين قال لك هاني ابو رضا الى 71 ans 71 سنه سادير سي انتردي نورمالمون كون تي ديباس 70 سنه ترشح بور رئاسه الكاف مي تو تي بيان بارتي قال لك il a été soutenu par القجاع فونتينو باش هاني ابو رضا نورمالمون سي لوي ils ont même modifié les lois باش 71 سنه معليش بور لوي une exception une dérogation pour lui يولي رئيس الكاف même عنده même il dépasse 70 ans. Mais هاني بوريدا درميت قال لك moi non je reste comme ça je reste membre de la CAF et je reste président de la fédération égyptienne. Et à la dernière minute قال لك آخر الأخبار كاين مرشح un candidat algérien. شكون؟ صادي ça fait pas longtemps maintenant c'est qui celui-là l'Algérien شكون؟ on va voir. يا الغندور كان المكتب التنفيذي عمل يعني فكرة ان هاني ابو ريدة انه يعني هيرشح نفسه لرئاسة الاتحاد الافريقي خلاص، وكان في كلام قوي انه يجي رئيس اتحاد الكرة المصري القادم الايام اللي جاية دي. وهاني ابو ريدة عملوا اجتماع في المكتب التنفيذي عشان يغيروا من ان بعد ما البني ادم يعدي ال70 ما ينفعش يرشح نفسه كعضو في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ولا يرشح نفسه رئيس الاتحاد الافريقي. ففعلا المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي اجتمع ولغى البند ده، والبند ده اتلغى عشان خاطر هاني ابو ريدة خلاص. ولكن المفاجأة بقى ان هاني ابو ريدة مش هيرشح نفسه لرئيس الاتحاد الافريقي خلاص، بعد ما كان لاقي دعم من فوزي لكجع وكلام من هذا القبيل. لا خلاص البند ده اتغير عشان المهندس هاني ابو ريدة يبقى في منصبه في المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي، وده ما فيهوش اي مشكله واحنا كلنا بنساند ده. وكده هاني ابو ريدة هيكون رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وهيبقى 4 سنوات قادمة بجانب احتفاظه بمكانه كعضو في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي. وهاني ابو ريدة مش هيرشح نفسه في الاتحاد الافريقي، وان الاتحاد الافريقي هيكون متسبي قد يأتي بالتزكية، وقد يكون هناك مرشح من الجزائر. مرشح من الجزائر. ده الاخبار المهمة اللي حبينا نقولها.